تصريح خطير من أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يفاجئ به النادي الأهلي ويكشف المستور ويفضح الحكم البولندي. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت متضامن مع النادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد الفضيحة التحكيمية الكبرى التي تعرض لها النادي الأهلي في مباراة نصف النهائي لكأس العالم للأندية أمام فلومونتي البرازيلي، وتوالت ردود الأفعال العالمية على الفضيحة التحكيمية، وأدلى أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتصريحات نارية إلى صحيفة ماركا الإسبانية وقال: مارسيلو متفنن في الحصول على ركلات الجزاء، والحكم البولندي شيمون تسرع في احتساب ركلة الجزاء، ورغم اتصال غرفة الفار عليه تجاهلها واحتسب ركلة الجزاء. وأنا بعد المباراة تواصلت مع مارسيلو وأكد لي أنه تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء، وهذا يرجع بسبب ضغط الأهلي في الشوط الأول، فالحكم البولندي ساعدنا كثير في الشوط الثاني وحاول تشتيت وتركيز لاعبي الأهلي بتوقيف المباراة أكثر من مرة واحتسابه أخطاء كثيرة بدون سبب، فهو من ضيع فرنسا في نهائي كأس العالم باحتسابه ركلة جزاء ظالمة لصالح الأرجنتين. وفي النهاية لو أنت داعم للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم. تصريح خطير من الحكم البولندي مارشالياك يفاجئ به النادي الأهلي بعد خسارته أمام فلومينينسي، ويفجر مفاجأة كبرى بخصوص الفار. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن الأهلي ظلم في هذه المباراة تحكيميا فيرجع الإجابة بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الخسارة المؤلمة للنادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، ليضرب الأهلي موعدا مع الخاسر في مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني. هذه المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من جانب الحكم البولندي مارشالياك بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، وأيضا في ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبها للاعب مارسيلو لاعب فلومينينسي. فقد دخل على الخط الحكم البولندي مارشالياك وأدلى بتصريحات نقلتها قناة SSC السعودية وقال: لقد تابعت ردود الأفعال الإعلام العربي وخاصة الإعلام المصري الذي هاجمني بعد هذه المباراة وحملني مسؤولية خسارة النادي الأهلي أمام فلومينينسي. وأكثر ما أغضبني أن هناك البعض اتهمني بالغرور وعدم الذهاب إلى الفار لكي أشاهد اللقطات المثيرة للجدل في هذه المباراة. وسأله الصحفي: هل ركلة الجزاء التي احتسبتها للاعب مارسيلو لاعب فلومينينسي كانت لا تستحق الذهاب إلى الفار؟ فرد وقال: أنا كنت قريبا جدا من هذه الكرة، ولقد شاهدت تهور لاعب الأهلي بيرسيتاو على اللاعب مارسيلو، فهذا إهمال في كرة القدم. فهناك بعض الحكام يحتسبونها ضربة جزاء والبعض الآخر لا يحتسبها، ولكن الفار نبهني أن أراجع هذه الكرة في غرفة الفار مرة ثانية وأشاهدها أكثر من مرة، ولكن أنا رفضت لأنني كنت قريب من الكرة، والكرة في وجهة نظري تستحق ركلة جزاء. وسأله الصحفي: هناك البعض يتهمك أنك لم تحتسب ركلة جزاء لصالح اللاعب كهربا. فرد وقال: أنا كنت قريبا أيضا من هذه الكرة ولم أشاهد الدفع إطلاقا، ولكن الفار مرة أخرى نبهني أن هناك ركلة جزاء لصالح اللاعب كهربا، ولكن أنا قلت للفار: الكرة لا تستحق ركلة جزاء وفيها تمثيل واضح. ولكن عندما شاهدت هذه اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء هذه المباراة فقلت لنفسي: لماذا لم أرجع إلى غرفة الفار لكي أشاهد هذه اللعبة؟ فهي كانت تستحق ركلة جزاء، وندمت كثيرا أنني لم أشاهدها في الفار. فهذه الركلة لو كنت احتسبتها لكان الأهلي تعادل مع فلومينينسي، وكانت ستكون نقطة الفصل في هذه المباراة وعودة النادي الأهلي من جديد لأجواء المباراة. فأنا أعتذر لكل جماهير النادي الأهلي عن عدم احتساب هذه الركلة، ولكن هذه كرة القدم دائما ما تشهد أخطاء تحكيمية وعلى الكل أن يتقبلها. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك في أداء هذا الحكم البولندي مارشالياك في هذه المباراة؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.